3 سمير كيتانو، 4 ناصر الهليل و6 خالد عيد. امامهم فليرت بالنسبه لفريق النجمه ممكن يحقق الفوز الليله. كيتانو الى الجهه اليسرى، فيتور فارغاس ينطلق بالكره، وصلت لمصلحته مبكرا، بينما الكره تشوا كينغ هذه خطيره، وانتو تنجح ام لا، لكن تدخل ممتاز من علي جاسم، تتحول الى الجهه اليسرى لمصلحة نجمة عنيزة في رحلة البحث عن ممكن مفاجأة فريق الخليج في مباراة اللي كان لنادي بورتو البرتغالي. لاعب سابق كان يلعب كظهير ايسر مع فريق النجم. الكرة تعود من جديد، وصلت الى الجهة اليسرى، المحاولة مع علي جاسم، تعود الى فلوريس مرة أخرى إلى فارغاس، الكرة للنجمة في محاولة البحث مع كريستيانو رونالدو ب 13 هدف، وجاشوا كينغ في المركز الثاني ب10 أهداف. فلوريس يلعب الكرة الطويلة في الجهة اليسرى، هنا المحاولة والانطلاقة، لكن المتابعة تأتي من حارس المرمى أنتوني موريس، هذه المرة إلى خارج أرضية الملعب. أنتوني موريس ما كان عنده حل ثاني سواء. الكرة تعود مرة أخرى إلى فارغاس، وصلت إلى الجهة اليسرى، علي جاسم خطير جدا، ممكن يمر، يلعبها إلى فلوريس، تسديدة قوية فوق المرمى تضيع. كرة ضاعت من فريقي ومن نادي النجمة في واحدة من الفرص التي تتاح لنجمة عنيزة في هذه المباراة. كل ما مر الوقت كل ما اكتسب الفريق الثقة أكثر، كل ما دخل في أجواء المباراة. أقول لك في آخر مباراتين الخليج لم يحقق الصاعدة أو الفرق التي يواجهها لأول مرة لم يخسر في 4 مواجهات. الكرة تعود من جديد، انطلاقة هذا الموسم، تعادل مع نيوم وفاز على الحزم، تعادل مع نيوم 1-1 وفاز على الحزم 4-1، وسنرى ما الذي سيحدث مع فريق النجمة في مباراة اليوم. لدينا ركنية قادمة لفريق النجمة، هنا التدخل اللي كان واضح، بعد ذلك الحكم يؤكد النتيجة 0-0. خالد جاسم يستعد للكرة القادمة، الهداف الأول في الفريق، بينما الرأسية الدفاع يتدخل، تتحول المرتدة هنا. الكرة تعود من جديد الكرة، لكن هناك نقاش في غرفة الفار، لا ندري بالذات ما الذي يجري، لكن لحظات فقط وممكن نتعرف ما الذي جرى في اللقطة الماضية. لماذا عبر 8 السيد فريح الجلعود، هذه الركنية اللي نفذها طبعا علي جاسم، بعد ذلك المرتدة كانت لنادي الخليج، وهنا اللقطة والكرة، القرار سيأتي من فريح الجلعود، يقول لك ما فيها شيء. العرضية، المتابعة تأتي، لا زالت فقد السيطرة. هنا اللقطة تعود من كوربيليس محاط بلاعبين، البرازيلي يتفوق، سمير كيتانو، ملعوبة إلى فلوريس. عاد نادي الخليج إلى الدوري الممتاز بعد صعوده كبطل لدوري يلو، وعاش فترة صعبة جدا في تلك الأيام في المباريات ال9 الأولى. الرأسية حاضرة من خالد عيد، يبعد الكرة، هنا الاعتراض كان واضح، وبالتالي صافرة الحكم تؤكد أن الخطأ موجود لمصلحة علي جاسم. سجل هدفين علي جاسم رفقة فريقي ونادي طبعا المدربين في موسم 2011-2012 رفقة إرنستو فالفيردي الذي كان يدرب في. تصل إلى كوربيليس، علي جاسم يجيب الكرة، لا يمر، فلوريس، فريق النجمة اليوم واقف بشكل ممتاز، اليوم ممكن تتحقق الأحلام. هنا التسديدة، لا، علي جاسم يمر من الأول من الثاني، تسديدة قوية، الدفاع يتصدى والكرة سهلة للحارس أنتوني موريس. يا ماريو سيلفا عنده فريق جميل لكن مش محظوظ،
ماريو سيلفا عنده فريق جميل، عنده فلوريس وعنده علي جاسم وعنده بلال بوطوبة وعنده سمير كيتانو وفارغاس إلى شباك الخصوم، بينما الكرة تعود من جديد لازارو. علي جاسم يحاول، لازارو كنترول، يحاول أن يمر. هنا اللقطة، الضغط على دفاعات الخليج، تسديدة قوية يا إلهي على الكرة. كيف ضاعت يا علي جاسم في كرة خطيرة بعد الخطأ الدفاعي. النجم كاد أن يضرب أولا، كاد أن يسجل أولا. شوف الكرة هنا استلمها في البداية مع فلوريس، كان دربكة دفاعية، عدم إبعاد الكرة من دفاعات الخليج، ثم علي جاسم يخطفها هنا بدون أن تتجه الكرة للمرمى لتضيع الفرصة من فريقي ومن نادي طبعا النجمة. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. ماريو سيلفا يمني النفس. الكرة تعود من جديد. علي جاسم يحاول أن يسيطر على الكرة. الكرات الثابتة للنجمة ممكن تكون بعض الحلول في هكذا مباريات. علي جاسم يستعد للعرضية، لا غير رأيه، عادت إلى فرغاس. العرضية في القائم. المباراة الأول سيكون أصعب مما كان، لذلك سيضغط في الشوط الثاني وسيبحث في الشوط الثاني عن الوصول إلى الشباك بلا شك وبدون أدنى. الخليج بقيادة جورجيوس دونيس، الرجل اليوناني الذي أبقى على نفس التشكيل كذلك لما يجي وقتها. الكرة تعود لمصلحة بلال بوطوبة، يلعب على اليسار فارغاس، في كرة مباغتة يا بلال، وحتى أنت يا علي جاسم لولا صالح العمري ممكن نقول كرة في الجول. ضاعت اللقطة وضاعت الفرصة وضاعت الكرة وضاعت اللعبة بتدخل العمري في اللقطة الماضية. فارغاس فيتور يبحث عن علي جاسم. علي جاسم المكان هذا، المنطقة اليسرى، الجناح الأيسر، رهيب علي جاسم. وبرد القصيم الجميل الممتع وأجواء شتوية، لكن اللي يحس في نفسي أن المدرجات 40 50 60 لا أدري. جمعة غريبة عجيبة بريدة الليلة، بخصوص طبعا فريق النجم. جمهور ماجد لم يأتوا إلى هنا، زعلانين معصبين. يقول لك أريد أن ألعب في الرأس، بينما الكرة العرضية خطيرة في الجول. قلت لكم سيسجلون، سيضغطون، سيصلون. إنه لازارو يا سادة، لازارو في المرمى يسجل أول أهدافه. 1-0 لنجمة عنيزة، 1-0 في مرمى الدانا. آي صفق لوحدك، النجم سجل، صفق لوحدك، النجم دون. 1-0. ماذا قلت لكم في بداية؟ 1-0. شوف الفرحة العارمة، يبحثون عن أول ناس. يهيئ الكرة، تسديدة قوية وصولا إلى المسمى الجديد أو حتى الدخول إلى عالم الاحتراف في موسم 2000. هو لعباتي فورتونيس. فيكتور براغا يلعب الكرة الطويلة، وصلت هذه المرة للاحتفاظ والحفاظ على النتيجة. الكرة تعود من جديد إلى لازارو نو جول. هذه اللقطة اللي كانت فيها التسديدة القوية من محيط الكرة كلها كان على الخط، وبالتالي لم تدخل إلى المرمى. بالتالي في تجربة في دورينا، هات ما عندك في الدقائق القادمة. الكرة تعود من جديد إلى الجهة اليسرى، فيها خطأ لمصلحة فريق الخليج. عندي معلومة أريد أن أكملها ولم أتحصل على الوقت. الآن لدينا كرة لمصلحة فريقي ونادي المرمى. هذا هدف الثاني في الدوري ليتساوى مع علي جاسم. الكرة من هنا بدأت اللقطة بلمسة علي جاسم وعرضية تيانيتش ثم رأسية النجم لازارو. يتلقى الإسعافات الأولية، هل سيعود أم لا؟ نعم، عاد إلى أرضية الملعب. الكرة تعود بشكل ممتاز إلى فلوريس يحاول، وهنا الحديث عن اصطدام واقتحام وخطأ وصافرة من حكم المباراة، وخطأ لمصلحة علي جاسم في الكرة الأخيرة. شوف هنا اللقطة، شوف هنا الاحتكاك، وهنا الكرة، وهنا طبعا التدخل اللي كان من كوربيليس. أتوقع كوربيليس كان عنده كارت أصفر. نشوف المدافع الشرس
صاحب القامة الطويلة والبنية الجسمانية القوية جدا. كرة تعود من جديد إلى الجهة اليسرى. يا سلام على فلوريس. فلوريس اليوم قدم مباراة كبيرة. علي جاسم يهرب يمر مراوغ فنان، عنده تكنيك عالي جدا، يحافظ على الكرة، لكن في هذه اللقطة عنده حافظ على الكرة، قاتل على الكرة وارتكب الخطأ، وبالتالي الحكم هنا يقول بأن الخطأ لمصلحة الدان، الخطأ لمصلحة الدان. شوف هذا هو ماجد كمبا في الكرة الأخيرة اللي طبعا تحصل على الخطأ بعد بالنسبة لسحرة كرة القدم هناك في البرازيل. المدينة التي أنجبت الكثير من النجوم، هناك في بلاد السيليساو. الكرة تلعب من جديد إلى الجهة اليمنى، راية وصفارة وكرة تسلل. نعم تسلل في اللقطة الماضية بالنسبة لفريق ولنادي الخليج. لفريق أرضية تأتي من فورتونيس في القائمة الثاني بالراس في المرمى في الشباك يا سادة. الدانة تعود، يعدل النتيجة هنا بعد فراغ في دفاعات النجمة. مش ممكن يا شينكفيلد. بارت يدون التعادل، يسجل هدف التعادل لمصلحة نادي الخليج ويعدل النتيجة في هذا التوقيت يا ماريو يا سيلفا. هذه المعاناة البينية في العمق هذه خطيرة مع اللاعب الخطير مسروس ثاني بعد خطأ دفاعي قاتل. شوف اللقطة هنا مسروس حطها له، أعطاها له، مررها له، قال له خلاص ريحنا نرتاح، سجل الثاني نرتاح. لابد لليل أن ينجلي. هنا الكرة ملعوبة، الدفاع يتدخل والكرة تعود هذه المرة لمصلحة فريق جوزي مورينيو. هل تتذكرون تلك الليلة التاريخية التي عرف فيها العالم؟ التعليمات أصبحت مكشوفة الليلة في القائم الأول. الكرة الآن هنا العرضية خطيرة جدا. بلباو بعيون 8 في تغطية استثنائية منتظرة بإذن الله تعالى. كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للزملاء. هو التغيير القادم بالنسبة لفريق 81. لدينا طبعا الرقم 10 في نادي نجمة عنيزة.